تخيل انك استثمرت فلوسك اللي جمعتها بتعب في عقار، وفي الاخر اكتشفت انك اخترت المطور العقاري الغلط. كابوس، صح؟ ما تقلقش، في الفيديو ده هنكشف لك 8 اسرار اساسيه لازم تخلي بالك منها وانت بتختار المطور في العاصمه الاداريه الجديده. رقم 1، خبره المطور وسمعته. دور على مطور يكون عنده سابقه اعمال في مشاريع مشابهه للي هتشتري فيها، ولازم تكون سمعه المطور كويسه وبيسلم المشاريع في مواعيدها، ويكون التعامل معاه احترافي. وده ممكن تعرفه عن طريق انك تشوف تقييمات الناس، او تسال حد معرفه اشترى منه، او انك تسال حد امين وعنده خبره في العقارات. رقم 2، جوده التسليم والتصميم والبناء. بص على مشاريع المطور على الارض وشوف التصميمات والفينش والتشطيبات وغيرها، وده هيبين لك النتيجه اللي ممكن تتوقعها من المطور. ولو مشروع اداري او تجاري وانت واخده كاستثمار، ركز في نسبه تشغيل المشاريع الثابته. رقم 3، قدره المطور الماديه، او اللي بيسموها الملاءه الماليه، واللي هتعرفك المطور راس ماله قد ايه، ومنها هتعرف اذا كان المطور عنده القدره الماديه على انه يكمل المشروع ولا ممكن يعطل. وكمان لو في جهه مموله للمطور ممكن تسال عنها وتتاكد انها مضمونه. واحيانا ممكن المطور يكون ما عندوش اعمال سابقه في العقارات، بس ليه سابقه اعمال في الصناعه او التجاره او غيرها، ودي بتبقى حاجه كويسه. لو عايز تشتري في العاصمه وخايف تختار غلط او محتار، كلمنا او ابعت لنا وهنساعدك تختار صح وتستثمر بامان. وخليك فاكر ان احنا الوحيدين اللي بنستثمر في المناطق اللي بننصح عملائنا بيها. رقم 4، موقع المشروع ومميزاته. الموقع اللي المطور اختاره عشان يبني المشروع يعتبر عامل مهم، وكمان الحاجات اللي بتميز المشروع زي البلان والتصميم الخارجي ومساحه الارض. فدور على مطور يكون ليه سابقه اعمال، وخصوصا في نفس المنطقه اللي هتشتري فيها، لان ده مؤشر كويس على ان هو هيقدر ينفذ المشروع الجديد. رقم 5، المسؤولين عن المشروع. محتاج تعرف مين المسؤول عن المشروع، مين الاستشاري الهندسي والاستشاري المعماري والاستشاري التنفيذي، واعرف كمان مين المسؤول عن التشغيل والمسؤول عن الصيانه. رقم 6، خدمه العملاء وخدمه ما بعد التسليم. المطور الكويس المفروض يكون سهل انك تتواصل معاه، وهتلاقيه بيبعت ابديت بشكل دوري للمستثمرين واللي اشتروا معاه في مشاريعهم، وهيكون بيقدم خدمه عملاء ممتازه، وده عشان يرد على اسئلتك او الحاجات اللي انت محتاج تعرفها او قلقان منها. وكمان اعرف اذا كان المطور ممكن يساعدك تبيع وحدتك لو احتجت، او تاجرها ولا لا لو هو اللي هيشغل المشروع. رقم 7، السعر وانظمه السداد. محتاج تعرف اذا كان سعر المتر عند المطور زي اللي حواليه ولا لا، ولو لا، هل في حاجه بتميزه عشان كده السعر اعلى ولا هو اعلى وخلاص. وكمان اختار المطور اللي انظمه سداده تكون مريحه ليك. واهم حاجه واللي محدش هيقولك عليها، شوف بنود تاخير القسط في العقد عشان لو حصل ظرف واتاخرت في السداد. وكمان شوف هل المطور حاطط شرط على نفسه لو اتاخر في التسليم ولا مأمن نفسه بس. رقم 8، الحاله القانونيه للمطور. اتاكد ان المطور ملتزم بكل القوانين اللي في جهاز المكان اللي بتشتري فيه، وان مفيش عليه اي مشاكل قانونيه، وانه مسدد اقساط الارض اللي هو فيها، وان مشاريعه السابقه ما كانش فيه عليها اي نزاعات او خلافات قانونيه. ولو بتفكر تشتري في العاصمه وعايز تكون في امان، سجل بياناتك وهنساعدك تختار صح على حسب المبلغ اللي عايز تستثمره والعائد اللي انت عايزه كل شهر من الاستثمار. وحابين نفكرك ان احنا مش بنقدم نفس الخدمه للكل، بنقدم خدمات متفصله لكل عميل عندنا، ومتاكدين من النصائح اللي بنقولها لك. عشان كده احنا بنفسنا عملنا بيها واستثمرنا في المناطق اللي بنرشحها لك.